الفرق ما بين إعلام وآداب إعلام والمعهد العالي للإعلام، وإيه هي أوجه الشبه والاختلاف ما بينهم. أول حاجة لازم تكونوا عارفينها إن معهد إعلام وكلية إعلام متفقين مع بعض. المختلف معانا النهاردة هي كلية آداب. طيب بيختلفوا في إيه وبيتشابهوا في إيه؟ هقول لكم في الفيديو ده هتلاقوا كل الرد على أسئلتكم وأكتر كمان. أول حاجة هنتكلم عن أوجه الاختلاف ما بينهم. أول اختلاف ما بين إعلام وآداب إعلام إن خريج إعلام بيحصل على درجة البكالوريوس لما بيتخرج، أما خريج آداب إعلام بيحصل على درجة الليسانس. تاني حاجة بقى مختلفة برضو بيكون التخصص في كلية إعلام من سنة تانية، بس التخصص في آداب إعلام من سنة تالتة. تالت حاجة بقى معانا وهي تقسيم الشعب. يعني إعلام بتتقسم لثلاث حاجات: صحافة وإذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وإعلام. بس في آداب إعلام مفيهاش غير تخصصين: قسم الصحافة وقسم العلاقات العامة. طيب إيه بقى الحاجات المتشابهة ما بين كلية إعلام وآداب إعلام؟ أول حاجة إن هما بيدرسوا نفس المقررات. تاني حاجة متشابهين فيها إن التدريس بيتقسم لحاجتين: نظري، وليهم كمان الفرصة إن هما يتدربوا في جريدة أو قناة تلفزيونية أو قناة إذاعية أو حتى وكالات إعلامية. تالت حاجة بقى معانا متشابهة برضو إن هما الاتنين بيدرسوا بنظام الساعات المعتمدة. بس كده، ودي كانت أوجه الشبه والاختلاف ما بين إعلام وآداب إعلام. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.